Ouais, visuel, tu as mon visuel. Ouais, il est chargé à l'avant. Ok. المارينز الأمريكي يعلن الاستعداد للحرب، فهل دق جرس المعركة الحاسمة؟ هكذا بدأت غرف الرصد تبحث في تصريحات الجنرال إريك سميث قائد فيلق المشاة البحرية الأمريكية التي هزت الأوساط العالمية، حيث جاءت الرسالة النارية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تأسيس المارينز، ليخصص جزءا كبيرا من خطابه للبقاء في وضعية الاستنفار القصوى. خبراء ومراقبون يرون أن التصريح إشارة واضحة لتصعيد عسكري وشيك على جبهتين، الشرق الأقصى حول تايوان والشرق الأوسط في مواجهة إيران. أما الميول الإعلامي الغربي فذهب إلى ترجيح وتزايد الاحتمال الإيراني بعد وضع جميع القيود على برنامجها النووي في 18 من أكتوبر وفقا للقرار الأممي 2231. وعلى الرغم من أن خبراء قرأوا تلك التصريحات الأمريكية على لسان جنرال المارينز بما يقدم رسالة للخصوم بأنها معركة استعداد عسكري ضد أي تهديد محتمل، إلا أن وجود الغريم الإسرائيلي لطهران متجهزا بخطة حرب ضد الصواريخ البالستية والنووي الإيراني تشي بأن المعركة ستدور بتوقيع الخطة في الكنيسة الإسرائيلي، والتي تترافق مع تأييد أمريكي من ترامب على وجه الخصوص بضرورة إيقاف إيران عند حدها، مقابل تصاعد في اللغة والتهديد ضد واشنطن من قبل الجيش الإيراني والمرشد علي خامنئي، التي أعلنها صريحة أن يستمر ترامب في أحلامه في إشارة إلى الحديث عن إسكات البرنامج النووي.